اول حاجه تعمليها عشان ما يتجوزش عليكي هي انك بلاش حجج فاشله وحجج ملهاش لازمه لما يطلب منك العلاقه الزوجيه. كتير بيقولوا لي انت ليه دايما مأكده على العلاقه الخاصه؟ مش انا اللي مأكده، هو العلم اللي مأكد ان دي حاجه لو ناقصه او فيها مشكله في حياه الراجل حياته بتتأثر بشكل كبير جدا جدا جدا. ودي حاجه ما تعيبش الراجل، مش معنى كده ان هو شهواني ولا وحش، دي حاجه فطره غريزه. ودي اصلا اساس الجواز، هو اصلا متجوز عشان يعف نفسه، متجوز عشان العفه، علشان العصمه. فدي حاجه مهمه جدا، ما ينفعش انها يبقى فيها مشكله. يا جماعه في بيوت مفتوحه العلاقه فيها معدومه بين الزوجين، ما فيش خالص. وفي بيوت مفتوحه العلاقه بتتم كل فين وفين. وفي بيوت مفتوحه الراجل بيتسول فيها حقه في العلاقه، بيفضل يتحايل على مراته زي ما يكون بيتسول حاجه، بيشحت حاجه. وفي بيوت العلاقه بتتم بس مش حلوه، سيئة جدا، فيها مشاكل كتيرة قوي مش محلولة. فالبيوت دي مش هتفضل مفتوحة، لو فيها مشكلة من اللي أنا قلتهم مش هتفضل مفتوحة، لأن العلاقة هي الأساس. ما ينفعش إن أنا كل ما أطلب ألاقي مراتي بترفض، ساعتها أنا هعمل إيه؟ ساعتها أنا هروح لما أطلبها ولا أحتاجها هلاقيها متاحة. فما ينفعش، دي مهمة جدا وعشان كده خليتها رقم واحد. طب رقم اتنين ايه؟ التقدير. دايما قدريه وحسسيه ان انت متقدر، بدل ما يروح لواحدة تفضل تشكره وتمدحه ولو بكلمة حلوة. وتالت حاجة بلاش دايما تركزي على عيوبه. في ستات بتركز على الحاجات الناقصة في الراجل، الحاجات اللي مقصر فيها. انت ما جبتش كذا بدل ما تركز على اللي جابه، انت ما قلتش كذا بدل ما تركز على اللي قاله. فدي مهم جدا ان انت ما تركزيش على عيوبه، عشان ما يروحش الواحدة تمدحه وتحسسه ان هو السوبرمان والهيرو والبطل بتاعها. وطبعا بلاش جدال، مش كل ما يقول لك حاجة ليه ومش ليه وامتى وازاي اقنعني، لا مش مقتنعه، لا مش فاهمه، عشان هيروح لواحده تقول له حاضر نعم تؤمر يا سيد الناس يا سيد الكل يا سيد المعلمين يا سيدي اي حاجه. فطبعا معروف ان الراجل بيضعف قصاد اي واحده تقول له حاضر نعم تؤمر والكلام ده. واخر واهم حاجه يا جماعه، ومختصين كتير اتكلموا فيها، ان انت دايما اكبري مع جوزك. يعني ايه؟ يعني في الغالب الراجل بيتجوز الست بيبقى هما الاتنين زي بعض. مع الوقت الراجل بيكبر ويشتغل وياخد كورسات ويسافر ويخرج ويشوف ناس، والست محلك سر واقفه زي ما هي، ما بتتعلمش حاجة، كل همها طريقة محشي ورق العنب والكرنب ووصفات وطبخات مش عارف ايه، وهو عمال يخرج ويشوف ويتثقف ويتعلم وهي هنا وهو هنا. دي قالك بتعمل حاجة اسمها جاب، فجوة بين الزوجين. فجوة، انا في حتة وهي في حتة، احنا ما فيش، بيبقى مع الوقت ما فيش حوار مشترك، احنا مع الوقت احنا مش عارفين نتكلم في ايه. انا مش بقولك اخرجي اشتغلي، انت ست بيت براحتك، بس ممكن وانت في البيت تتعلمي. اكبر معاه، لو هو مثلا بياخد لغه اروح انا كمان اتعلم من النت واتناقش معاه فيها، بيشوف رياضه معينه اشوفها واتناقش معاه فيها، اتثقف اقرا اخبار السياسه، لو هو كده نبدا نتكلم مع بعض فيها. لكن افضل انا اكبر، ودي بنسمعها كتير قوي، راجل يقول لك مراتي دماغها فاضيه، انا بخرج بره اشوف الستات اللي بتفهم والمثقفه، ومراتي كل اللي فاضيه انها تعمله المحشي والورق العنب والكرنب. حلو يا ستي، تسلم ايدك يا بألف هنا، بس ما يبقاش هو ده الاساس. ابقى برضو بكبر نفسي عشان يبقى في ما بيننا حوار مشترك. ما يخرجش الراجل يشوف الستات المثقفه واللي بتعمل، ومراتي دماغها على قدها ما بتفهمش حاجه. خلي بالكم من النقط دي وربنا يصلح الحال.